لان احنا يعني عشرة عمر زي ما بيقولوا، واحنا زملاء في الجامعه في نفس التوقيت. وسعيده جدا لان ده تخصصي. يعني اول ما حضرتك بعتي لي الكتاب انا ازاي دكتور طارق مش معانا، بس ما اقدرش اقول له يا دكتور في كذا، فتراجعت. لكن طبعا اول ما دخلت شفته خلاص انا كده اطمنت. ربنا يحفظك يا دكتور. ربنا يحفظك. فاحنا بنتكلم هنا في الكتاب عن ادب الرحلات من التراث العربي. الكتاب لما بتكلمني عن العرب قبل الاسلام بشكل عام هيتكلم عن الرحلات البر والبحر اذا صنفها بشكل معين بغرض التجاره في معظمها وليست السياحه. فنحن بنتكلم ادب الرحلات ناو او في عصرنا الحالي ان احنا بنتكلم ان احنا بنعمل ده نوع من اما ان هو دراسات علميه او ان هي ترفيه. مين بقى بيقدر يكتب ده او مين بيقدر؟ كل واحد ليه تارجت من السفر بتاعه، فلينا فوائد معينه مختلفه. لما اتكلمنا هنا ساي، يعني دايما لما بنتكلم اذا كان اعتمد على المنهج التاريخي وده هو المنهج الانسب، ولكنه في الوصف كان مهم. حتى المنهج الوصفي كان ممكن يتدخل هنا، خاصه ان احنا بنتكلم في ساي ابو حامد الغرناطي، وهو طبعا اسمه كتير لكنه نسبة الى غرناطة اللي هي البلد اللي هو اتولد فيها اللي هي في الاندلس. فكان في العام الهجري بين 473 565. فدي فترة كبيرة قضى منها 65 سنة في عملية الترحال دي من اقصى الغرب الى الصحراء الغربية من الاندلس الى الصحراء الغربية الى تونس الى الاسكندرية الى القاهرة الى دمشق الى العراق، وانطلق الى فارس وغيرها من دول شرق اسيا، وابتدى يرجع تاني في رحله اخرى الى جنوب شرق اوروبا ويقعد في المجر. كان مش بس بيعيش العادات والتقاليد وبيعيش ده، هو مش بيستنى مش بيسأل، هو بيعيش في المجتمع وبيتأقلم معاه. بيستقر لأنه كان في 65 سنة. فلما اتكلم ساي في القاهرة 3 سنين، لو عشت في أي مكان أنا عن نفسي لو سافرت أي بلد فترة بسيطة أنا خلاص اوريدي بعرف إيه العادات والتقاليد وإيه الطقوس فاتكلم عن ده. فاتكلم عن كل البلدان دي، اتكلم كمان واهتم بالمعالم الأثرية. فلما نتكلم ساي في اسكندريه هنتكلم في ان هو المناره والفنار وحاجات كتيره هناك. لما جه القاهره مدينه الفسطاط، فدي عنده دي اللي اسسها عمرو بن العاص، معالمها وي. فهو بيوصف ده، هو بيوصف كل مكان. لما يزور الاهرامات ويدخلها، ما هنا بيوثق. هو الغرناطي كان بيهتم كمان بالطقس. لما يحكي عن المجر او بلغاريا هنا، على فكره رجوعه لترجمات شاميه كانت بتخلي ان الجيم تبقى غين، فدي يعني واضحه تماما. فهو بلغاريا، فهو اتكلم عليها، هي بلغاريا طبعا. فهو بيتكلم فيها عن الطقس، المناخ شكله ازاي. ان انا بتكلم ساي ان درجة الحرارة بتوصل تحت الصفر، فلما ممكن حد يتوفاه الله في فترة ما في هذه الفترة ما بيقدروش يدفنوه. وده هو شافه بنفسه لما توفى لي ولد في بلغاريا او بلغاريا هنا، فجه هنا قعد 3 شهور عشان يدفن، لان ما يقدروش يحفروا في الارض عباره عن ثلج، فصعب جدا ان هم يحفروا فيه. فاهتم بموضوع الطقس، اهتم جدا بالعمل فيها ونشر الدين وعمليه كومباراتيف، يعني مقارنه ما بين حتى في الديانات. يعني ان هو في جزئيه ما ليه ان عند النصارى او الغرب، النصارى الذين يقطنون الغرب او الدول الغربيه او اوروبا او المناطق البارده، شرب الخمر لديهم مفيد. اما عند العرب ففي ضرر. ليه؟ لان هم ما بياخدوش زي الغرب بياخدوا بتارجت او بهدف معين، ان هو تدفئه ما وبيتاخد مع الاكل.
اما العرب فبياخدوه بشكل مختلف، فبينفقوا عليه اموال كتير وبيعمل خلل في خلاياهم العقليه، ومبقاش بقى هنا بيعمل لهم بقى اللي احنا بنسميه السكر ده، ان هو يجي بقى سكران او يبقى في بعض غياب من العقل. هنا بيوضح الفرق. فهو ده هو كمان انا حاسه ان هو هنا ابتدى يفتي في الامر، مش بس بيشوف او بيرصد، لا ده هو كمان عنده افتاء في ده. كمان عمليه تعدد الزوجات هو كان معاه جدا، وهو كل البلاد اللي زارها تزوج فيها وانجب، لدرجه ان هو في الاخر كان يعني هو توفى في دمشق، كان كل ما بيعمل رحله عايز يرجع تاني لمثلا بلغاريا لان عنده هناك زوجات، وكان يعني عمليه اقتناء اللي هي او الجواري كان بيشتريها، لانه تاجر، هو تاجر يعني هو مش بس مؤرخ برفاهيه او كذا، لكن هو كان بيعمل ده من خلال حياته وتجارته اللي موجوده في الاماكن دي، او ممكن يستقر شويه بالتجاره دي في بعض البلدان. فكان يرجح مثلا في الوقت ده سعر الجاريه هيبقى 5 دينارات او 5 كذا او حاجه، في وقت تاني هيبقى 10، فالحقوا بقى اشتروا في التوقيت ده بلس زوجاته. فلما الحكام اتكلموا معاه فقالوا له طب انت بتحلل ده وبتحرم ده ليه؟ فقال لهم عن يعني ما تزعلوش ان احنا بنتجوز كتير لان ده هيجيب لكم جنود كتير، احنا بننجب بده. اللي انا عايزه اوصل له ان في معظم التوثيقات هو كان راجع للمستشرق الروسي اللي هو كراتشوفسكي، فعشان كده انا بقول لحضرتك احنا بنتكلم بلغه روسيه مثلا كمؤرخ او كناقل عنهم، وبنرجع لجزئيه معينه. ابو حامد الغرناطي كان بالفتره اللي عمل فيها رحلاته دي كان ممكن يبقى افضل من ابن بطوطه، بسبب ان ابن بطوطه ليه اللي يوثق له، اللي يكتب له بالصياغه اللي هي بالفعل تؤرخ لهذه الرحلات. اما الغرناطي فكان يكتب عندما يتذكر، ما كانش بيكتب بانتظام، ما كانش بيعمل ده، لكنه كان بيجيد تدوين ده مع رسوماته، فكان عنده مهارة الرسم لتدوين بعض الأحداث وبعض المعالم وبعض بنسميها الخرائط الجغرافية. فشكرا جزيلا.